في اكتشاف واحد بس جه كده بالصدفة، راح مغير مسار تاريخ البشرية كله. النهاردة بقى هنتكلم عن ازاي طبق بكتيريا، ايوه طبق متعفن، هو اللي انقذ العالم. خلينا نبدأ بالسؤال ده. تخيلوا معايا كده مجرد خدش بسيط خالص ممكن يكون حكم يعني إعدام. الحاجات اللي دي احنا مش حاجة بنشوفها النهاردة تافهة وبسيطة، كانت زمان مصيبة بمعنى الكلمة. بنتكلم عن ايه؟ عن جرح من شوكة وردة، دور برد عادي يقلب بالتهاب في الحلق، خراج صغير. كل دي كانت حاجات كفيلة انها تنهي حياة اي انسان. الموضوع كان بالبساطة المرعبة دي. وهنا بقى النقطة المهمة قوي، الإحساس بالعجز. تخيلوا الأطباء نفسهم، كل اللي يقدروا يعملوه إنهم يحاولوا يخففوا الأعراض شوية، لكن ما كانش في إيديهم أي سلاح حقيقي، أي علاج فعال ضد العدوى البكتيرية. كانوا حرفياً، وده مش مبالغة، بيتفرجوا على الناس وهم بيموتوا من حاجات مفروض إنها بسيطة. بس كل ده كان خلاص على وشك إنه يتغير. والغريبة إن الحكاية بتبدأ إزاي؟ في عالم اسمه ألكسندر فليمنج كان راجع من أجازة ودخل معمله، لقى طبق من أطباق البكتيريا اللي بيشتغل عليها متعفن، عفن أخضر كده شكله غريب. الطبيعي كان إيه؟ ياخده ويرميه في الزبالة وينظف الدنيا. لكن هو وقف، لاحظ حاجة غريبة قوي. حوالين حتة العفن دي بالذات مفيش أي بكتيريا نامية، فاضي، كأن العفن ده عمل حواليه دايرة موت. وهنا بقى تبان عبقرية الملاحظة. فبليمنج على طول استوعب اللي بيحصل، فهم إن العفن ده أكيد بيطلع مادة هي اللي قتلت البكتيريا دي. المادة دي قرر يسميها البنسلين، ومن هنا من اللحظة دي اتولد أول مضاد حيوي في التاريخ. وهنا كل حاجة اتغيرت. يعني من مجرد ملاحظة عابرة على طبق بكتيريا بايظ اتحول البنسلين لأقوى سلاح في إيد الدكاترة. طيب إزاي بقى السلاح ده أثر على العالم كله؟ تعالوا نشوف. بصوا على المقارنة دي عشان الصورة توضح أكتر. قبل البنسلين، الجندي في الحرب كان ممكن يموت مش من الرصاصة، لأ، من العدوى اللي بتحصل في الجرح اللي بعدها. العملية الجراحية كانت مغامرة، ممكن المريض ما يطلعش منها سليم. بعد البنسلين بقى الوضع اتقلب 180 درجة، الجنود بقوا يتعالجوا ويرجعوا، والعمليات الجراحية بقت إجراء شبه آمن وروتيني كمان. الموضوع ببساطة يا جماعة إن تاريخ الطب نفسه اتقسم نصين، في عالم ما قبل البنسلين وعالم تاني خالص ما بعد البنسلين. مفيش أي اكتشاف طبي تاني قدر يعمل الخط الفاصل الواضح ده، نقطة ومن أول السطر. لكن القصة ما كانتش نهاية سعيدة وخلاص. للأسف الشديد الإنجاز الجبار ده بيواجه دلوقتي خطر وجودي، خطر كبير جدا، والأسوأ إن الخطر ده جاي مننا إحنا. طب إيه هي المشكلة بالظبط؟ سوء الاستخدام، الطريقة اللي بقينا بنتعامل بيها مع المضادات الحيوية. أي حد يجيله أي حاجة خد مضاد حيوي، بقينا بنستخدمه عمال على بطال، كأنه بونبوني أو حل سحري لأي تعب. طيب وده بيعمل إيه؟ لما بنستخدم المضادات الحيوية دي بزيادة ومن غير لازمة، كأننا بالظبط بندخل البكتيريا معسكر تدريب، بنديها الفرصة إنها تتعلم إزاي تقاوم الدواء ده وتطور من نفسها وتبقى أقوى منه. هي حرب تطور، وللأسف بسبب أخطائنا البكتيريا هي اللي بتكسب. وهنا بقى الكارثة الحقيقية. الخطر هو إننا نرجع تاني لنقطة الصفر، نرجع للعالم اللي حكينا عنه في الأول خالص، عالم ممكن فيه خدش يقتل، لأن الأدوية اللي في إيدينا دي كلها ببساطة هتبطل تشتغل. إحنا بنخاطر بفقدان أهم سلاح طبي في تاريخنا. يعني لما نفكر فيها القصة دي فعلا لا تصدق. حتة عفن ظهرت بالصدفة في طبق قديم في معمل، كانت هي الشرارة اللي بدأت ثورة طبية كاملة، ثورة أنقذت أرواح ملايين ويمكن مليارات من البشر، وغيرت شكل العالم اللي احنا عايشين فيه للأبد. فالسؤال بقى اللي لازم يفضل معانا كلنا بعد ما عرفنا الحكاية دي كلها وعرفنا قيمة الكنز ده، هل هنقدر نحافظ عليه عشان الأجيال اللي جاية، ولا هنفضل نستهتر بيه لحد ما نضيعه من إيدينا تماما؟ الإجابة والمستقبل في إيدينا إحنا.